موضوع باختصار شديد بدون ما ندخل في تفاصيل. سن التخيير للأطفال اللي هو سن نقل الحضانة هو سن 15 عام. يعني لما ابن حضرتك بيبلغ من العمر 15 سنة وهو مقيم مع حضرتك، يقدر الأب إنه يعمل قضية ضد حضرتك ويتم تخيير أبنائك هل هم عايزين يكملوا إنهم يعيشوا معاكي ولا يعيشوا مع بابا. الموضوع اختصارا، الدعوة دي لا يحق للأب إنه يرفعها على حضرتك إلا لما يكملوا أولادك سن 15 سنة، وليس معنى هذا الموضوع إن سن نقل الحضانة 15 سنة مش بتنتقل. لا تنتقل الحضانة إلا بأمر قضائي، حكم قضائي، ولا بد أن يخير الأبناء، يعني بنتك أو ابنك يوافقوا على هذا النقل. لو ابنك أو بنتك ما وافقوش على هذا النقل لما يبلغوا سن 15 سنة بتظل تحتفظ بحضانتهم، ولا تنتقل الحضانة إلى الأب قولا واحدا بدون ما حضرتك تتعبي وتسألي وتتعبي قلبك. فأولادك معاكي إن شاء الله لغاية ما تجوزي بنتك، لغاية ما ابنك إن شاء الله يتخرج ويكمل سن الرشد ويكون عنده 21 سنة. وأشكركم جزيلا.